أهلا وسهلا بحضراتكم معانا. أول فقرة من فقراتنا النهاردة على الهوا بنتكلم فيها عن أبرز أمهات ملوك مصر في كل العصور. بناخد حضراتكم في يعني قصص كتير، قصص نجاح مهمة جدا في أكتر من عصر، وعايزين نتوقف النهاردة مع أكتر من اسم مميز جدا من خلال وجود وتشريف دكتور مصطفى يونس، الباحث في التاريخ السياسي والاقتصادي وضيفنا الكريم اللي بينورني دايما من خلال على الأصل دور. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا كل فندم. سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. طبعا امبارح كان الاحتفال بعيد الام، كل سنه وكل امهات مصر بالف صحه وسلامه. عايزين نبدا مع حضرتك من هنا، من خلال تاريخ وفكره الاحتفال، امتى بدات، وفي قصه كبيره جدا عن فكره الاحتفال بعيد الام، فنروح للاصول والبدايات من خلال وجود حضرتك معنا. طبعا حضرتك يوم 8 مارس يوم المرأة العالمي، وامبارح زي ما حضرتك تفضلتي عيد الأم، وبكرة أول رمضان، وداخلين على أعياد الربيع وأعياد شم النسيم. صحيح. فيعني كل سنة وأمهات مصر وأمهات العالم كلهم طيبين وبخير، وكل سنة والأمة العربية والإسلامية بخير بمناسبة رمضان، وكل سنة والجميع بخير وفي سلام ومودة ووئام. نبدأ من اللي حضرتك قلتيه، امتى بدأ الاحتفال بعيد الأم؟ طبعا الاحتفال بعيد الأم مش قريب، مش وليد امبارح ولا وليد 100 سنة ولا الكلام ده كله. الاحتفال بعيد الأم بدأ من عندنا هنا، من الحضارة المصرية القديمة أو الحضارة الفرعونية. المرأة في مصر الفرعونية وصلت إلى حد كبير من التقديس، فكانت إحدى أبناء الآلهة، وكانت إلهة أو معبودة، وخرجت للعمل العام، والمرأة كان لها دورا كبيرا تشهد به النقوش والتماثيل، وكثيرا من الرسوم الموجودة نجد المرأة بجانب الرجل. واحتفل المصري القديم بإيزيس وهي ترضع ابنها حورس، فكانت رمزا للأمومة والعطاء، وكانوا بيحددوا يوم معين في العام زي اللي بيحصل عندنا النهاردة بالظبط. اليوم ده بيقدموا فيه التماثيل والهدايا في غرفات الغرف اللي بتعيش فيها الأم. هكذا بدأ الاحتفال بعيد الأم عندنا هنا في مصر. الكثير يعتقدون أنه بدأ مع الإغريق والرومان، لكن أقول أنه بدأ مع الحضارة الفرعونية المصرية القديمة. نعم. ثم تطورت الأمور إلى أن أصبح في عام 1872 عيد الأم في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنهم احتفلوا في هذا العام بالمسيرات التي كانت تدشنها السيدات دعما للسلم ودعما للسلام عقب الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت من 1861 ل 1865، واللي طفت على سطحها قضية السود أو قضية العبيد في الولايات المتحدة. واللي بعد هذه الحرب، وبعد أن أصبح هناك سلما في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الاستقلال الأمريكي في 1883. نعم. في كل دول العالم بتختار يوم معين النهاردة وتحتفل به. أغلب دول العالم يحتفلون ما بين شهري مارس وشهري مارس وأبريل ومايو، إلا النرويج تحتفل به في شهر 2، والظاهر أن عندهم يعني طقس خاص أو عندهم حادث خاص لهذا الشهر. بيميز الشهر. يميز هذا الشهر. نعم. عندهم بيحتفلون به فيه بعيد الأم. نعم. في عالمنا العربي، ومصر خصوصا هي الرائدة في هذا المجال كما جاء في التقرير. بدأ الموضوع عند مصطفى وعلي أمين في سنة 1944. طبعا هم كانوا أسسوا جريدة أخبار اليوم، وهم صحفيين مصريين. علي أمين ومصطفى أمين بدأوا في قضية إن احنا يبقى عندنا يوم للأم، لأنهم يعني كانوا بيحبوا أمهم حبا كبيرا. لغاية سنة 1955، يعني طبعا من 1944 ما حصلش ان هو يعني ما تمش اختيار يوم ولا حاجة، بس القضية جواهم شغالة جواهم. إلى أن زارت أحد السيدات المصريات مصطفى أمين في جريدة الأخبار 1955 وقيل 1953. طبعا الست دي أصرت ان هي تقابله، وحكيت له على قصة مؤداها انها ربت ابنها عشان ينشرها لها، يعني انها ربت ابنها بعد ما توفي زوجها،
وأدخلته، صرفت عليه وأدخلته المدارس والجامعة إلى أن أصبح طبيبا، وهذا الابن لم يعد يزورها ولا يسأل عنها. تأثر مصطفى أمين بهذه الحادثة كثيرا، واتكلم مع وزير التعليم في الوقت ده اللي قال له إن هو هيفاتح الرئيس جمال عبد الناصر في الموضوع. وبالفعل تمت الموافقة في سنة 56 من الرئيس جمال عبد الناصر بعمل يوم اسمه يوم الأم، أو عيد اسمه عيد الأم، وظل الاحتفال به إلى أن يعني قبض على مصطفى أمين في قضية الجاسوسية أو التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، فتم اختيار نفس اليوم، وقالوا إن هو يبقى يوم الأسرة وليس يوم الأم. لكن الأمهات بعتوا برقيات كتيرة للرئيس جمال عبد الناصر اللي نزل على رأيهم وأعاد هذا اليوم ليوم عيد الأم، وفضلنا لغاية النهاردة كل سنة وأمهات مصر طيبين وأمهات العالم كله. وحضرتك بألف صحة وسلامة. حضرتك بتشوف الرحلة دي ازاي؟ مظاهر الاحتفال بتختلف من عصر إلى عصر آخر ولا لأ؟ وهل عندنا الجزئية بتاعت ان احنا نغرس في أولادنا أهمية الاحتفال حتى ولو بيوم واحد في السنة؟ هو حب الأم فطري وطبيعي، ما فيهوش كلام. والحضارة المصرية القديمة أسست لمبادئ أخلاقية فيها، ودي أهمية الحضارة المصرية القديمة، أن هي فيها إنسانية وفيها أخلاق لا يوجد لها مثيل في الحضارات الأخرى في العالم إلا نعم. في النذر القليل اللي أخذته برضه من الحضارة المصرية. نعم. على خط التاريخ كله للأم أهمية كبرى، منذ نعومة أظافر أطفالها حتى لما يكبروا إن شاء الله يوصلوا لسن إيه، هي برضو الأم هي الأم، وهي صحيح. رمز للعطاء ورمز للمحبة ورمز للحنان. صحيح. النهاردة بدون ما أعلم الطفل، يعني هو عنده حب فطري للأم، لكن صحيح. لحضرتك عايزة تقوليه إن إحنا إيه في ظل التكنولوجيا الحديثة، يعني لازم نرجع لأصولنا وجذورنا، وبرنامج حضرتك على الأصل دور لازم نغرس في الطفل فعلا في المناهج الدراسية. يعني أتمنى أن تساهم وزارة التربية والتعليم في كل الأجيال في مسألة الاحتفال بعيد الأم ومسألة أهمية الأم، خاصة إن إحنا زمان قبل التكنولوجيا كانت الأسرة والمدرسة هم مصدري التعليم. مظبوط. لكن النهارده عندنا المصادر جداً. كتيرة، النت صحيح. والتكنولوجيا والاتصالات والشارع، كل صحيح. بقى الطفل العالم معرض منفتح، لمليون مصدر. والطفل مظبوط. معرض لمليون مصدر. مظبوط حضرتك. فعايزين نرجع لجذورنا فعلا وندعم دور الأم بهذا الشكل. دكتور مصطفى، أروح مع حضرتك لنساء وأمهات القصور في التاريخ القديم. طبعا عندنا حكايات وأسماء مهمة وبارزة جدا. هبدأ مع حضرتك من خلال التاريخ القديم مرورا بعصر نشوف التطور اللي كل أم سابته وقد إيه كان ليه تأثير كبير على الملوك والسلاطين في الوقت ده. إذا نظرنا حضرتك الحضارة المصرية القديمة، اتكلمنا من شوية، ونريد أن الحضارة المصرية القديمة آمنت بالوضع الطبيعي بين الرجل والمرأة والتكامل بينهما، وده شيء مهم جدا، أن يؤمن الرجل بدور المرأة وتؤمن المرأة بدور الرجل في المجتمع. الحضارة المصرية القديمة كان عندها الإلهة حتحور وهي إلهة الحكمة والعطاء. كان عندها حتشبسوت ابنة الإله أمون. كان عندها الملكة تي زوجة إخناتون ووالدة إخناتون الموحد. فبنلاقي في الحضارة المصرية القديمة دور كبير للأمهات في القصور، وأيضا دور للمربيات التي كن يتم اختيارهن يعني لتربية الملوك والأمراء الفراعنة قديما. نعم. مع الحضارة الرومانية أو مع الاحتلال بقى أو دخول الرومان مصر ودخول البطالمة مصر، رأينا حفيدة الأسكندر كليوباترا، وهي دورها مهم جدا في تلك الفترة. مع دخول العصر المسيحي رأينا أيضا الأمهات التي قدمت شهداء في العصر المسيحي قبل اعتراف الدولة البيزنطية بالمسيحية كديانة. عندما جاء الإسلام أيضا أصبح دور المرأة مهما بشكل كبير،
ووقفت المرأة وراء الرجل في نشر الدعوة الإسلامية، ووقفت المرأة وراء الرجل في الحروب والمعارك، وأصبحت تداوي الجرحى، وأصبحت لها دور كبير جدا. نعم. عندنا نموذج طبعا كلنا عارفينه، وهو نموذج شجرة الدر التي أخفت نبأ زوجها. ودي مهم جدا 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 ندرس الحاجات دي، مهم ندرسها في مدارسنا. نعم. أخفت نبأ وفاة زوجها حتى معنويات الجيش ما تضعفش، وفعلا انتصر الجيش رغم ان قائده الاساسي وهو الحاكم او السلطان اينذاك كان قد قضى نحبه. نعم. وصولا الى الدخول العثمانيين مصر، اصبحنا بيجينا حكام من بره مصر. هؤلاء الحكام غالبا كانت اسرهم مش موجوده معهم، هم بيعاتوا يجيبوها بعد كده. ففي هذه الظروف يعني بعد دخول العثماني 1517 لم نعد نجد امهات للسلاطين للولاة او للحكام ظاهره او طافيه على السطح، لان هو ما كانش بيجيبها ابنها غير بعد ما هو يتمكن من حكم مصر. طبعا كان النظام العثماني ان الوالي بيقعد 3 سنين، واغلب الولاة ما كملوش فتره ولايتهم، فبرضه حتى يعني ما كانش بيلحق يجيب اسرته او يجيب والدته. أيوة. عندنا نموذج علي بيك الكبير، وده يدل برضه على اهميه الام واهميه الاب واهميه دور الاسره. الراجل ده جاء واصبح شيخ البلد، ووصل به الحال لان اعلن نفسه والي وحاول الاستقلال عن الدوله العثمانيه. في هذه الفتره بعت، كان انفصل بقى من وهو صغير لان هو مملوكي او مملوك، فوصل مصر وترقى في المناصب. نعم. انقطعت الصله بينه وبين والدته ووالده. بعد ما اصبح حاكما لمصر بعت، جابهم، بعت الاول اللي يدور عليهم في بلدان السلطنه العثمانيه، الى ان استطاع العثور عليهم وجابهم. ودي دلالة كبيرة على أهمية الأم والأب. نعم. والأم بشكل خاص، إلى أن وصلنا إلى عصر محمد علي. نعم. طيب ده تاريخ، تاريخ تاني مختلف وعصر مختلف. طيب قبل ما ندخل في الجزئية دي دكتور مصطفى، هل كان التأثير معظمه إيجابي ولا كان في دور برضو أو تأثير سلبي أو بعض التحكمات، أو هنشوف إن برضو في بعض النماذج ممكن تكون المرأة هنا مسيطرة بشكل سلبي شوية مش إيجابي؟ لا، حضرتك ضروري إن يكون فيه تأثيرات إيجابية وتأثيرات سلبية وفي نفس الشخص. فشجرة الدر اللي قلنا ان هي اخفت نبأ وفاة زوجها عشان معنويات الجيش ما تضعفش، وانتصر الجيش، وقعت اسيره بقى للسلطه في الفتره دي. نعم. وجابت الامراء المماليك المتبقين بعد وفاة جوزها وعرضت عليهم الزواج، يعني فرد فيهم، على اساس ان هو انت تبقى زوج السلطانه. نعم. تفضل السلطانه هي المتحكمه. أي. الامر ده ادى في النهايه لايه بقى؟ اعلنوا ابن زي ما نقول كده درتها كحاكم او كسلطان، وتم قتلها. نعم. قتلتها درتها ديت. ويقال ان الامراء المماليك ومن بينهم السلطان قطز هم اللي يعني فتحوا المجال لدرتها ان هي تقدر تموتها في الحادثه الشهيره بتاعه الحمام اللي كل المشاهدين عارفينها يعني. نعم. طيب نروح مع حضرتك لعصر محمد علي، ومن هنا بقى بناخد الساده المشاهدين لاتجاه مختلف في العصر الحديث. تمام. ايه الجديد بقى في عصر محمد علي؟ هي الام وهي يعني دورها مهم جدا، وحب الام حب فطري زي ما قلنا. ايه الجديد بقى في عصر محمد علي او في عهد محمد علي واسره محمد علي؟ الجديد حضرتك ان جميع الولاء اللي كانوا قبل محمد علي كان مقر حكمهم القلعه. والقلعه تحكم بالنظام العسكري، هي زي سكنه عسكريه. وقلنا ان هم اغلبهم مماليك وجايين من بره مصر، فما كانش فيه دور قوي للامهات، لان النظام العسكري الصارم موجود في المكان ده. لما محمد علي اسس مدنيه حديثه، هذه المدنيه الحديثه بقى ادخلت النظم. اولا حاول محمد علي تربيه ابنائه ونسائه وزوجاته على النظام الذي كانت تسير عليه الدوله العثمانيه،
وأيضا على النظام الغربي الأوروبي. وده مسألة مهمة جدا، هو ده التحول اللي حصل بقى في النساء بقى بعد محمد علي لغاية طبعا انتهاء عهد أسرة محمد علي أو نعم. عصر أسرة محمد علي. نعم. محمد علي أدخل أولا، محمد علي ده راجل جاي ما كانش حاكم قبل كده، ولا هو من أسرة حاكمة، ولا عنده خلفية كاملة إلا ذكاء الفطري في الإدارة ليحكم مصر. وصل إلى حكم مصر، بدأ يستعين بخبرات في كل المجالات، من ضمنها موضوع إزاي يرتب أسره، إزاي يجلب مربيات لأبنائه، وساعدته سيدة إنجليزية ورجل أرمني يسمى حكي كان. هذا الرجل هو اللي تولى تنظيم القصر وتنظيم المربيات في القصر وهكذا. نعم. طيب نروح لزوجاته، هل كان ليهم كل واحدة ليها دور بارز؟ يعني قبل ما ندخل مع حضرتك لأسماء تانية، هل كان في تكنيك معين ماشيين عليه، دور مؤثر، حاجة كتبت في التاريخ والتاريخ سجلها ممكن نبرزها النهاردة دكتور مصطفى؟ يوجد دور كبير لأمينة هانم الزوجة الأولى لمحمد علي، التي قيل أنها كانت أكبر منه سنا. هذه الزوجة كانت ابنة حاكم المدينة، وقيل أنها هي التي دعمته وهي التي أدخلته لتجارة الدخان. تزوجها في عام 1787 وأنجب منها أول أبناء إبراهيم في 1889، ثم طوسون بعد ذلك، ثم إسماعيل. يعني أغلب أبناء الصبيان بالذات اللي هم برزوا كان لهم دور كانوا من أمينة هانم. أمينة هانم ديت كان لها فضل كبير على محمد علي، وكان لها فضل كبير على تربية الأبناء. وفي الفترة التي جاء محمد علي 1798 حتى 1808، يعني 10 سنوات اهوت، كانت أمينة هانم هي من اطلعت بأمور أبنائها وتعليمهم، إلى أن أصبح محمد علي متمكنا ومسيطرا في مصر وحاكما. خلاص يعني الأمور بقت في إيده. جاب أسرته وجاب أمينة هانم، وظل مخلصا لها حتى توفيت عام 1826. وإن كان طبعا ليه زيجات أخرى ومستولدات وحاجات أخرى هنتكلم عليها، إنما هو ظل مخلصا لها ويعرف أو يرجع إليها الفضل في تلك الفترة. طيب نروح لزوجات الأمير إبراهيم باشا ومنهم أم الخديوي إسماعيل. إبراهيم باشا تزوج. طبعا إبراهيم باشا رجل يعني مشي في الشرق والغرب وفي السودان وفي الحجاز وفي كذا، وتزوج من 4 زوجات، وكان له 2 من المستولدات. الأول هؤلاء الزوجات هي المشهورة أوي، هي خشيار هانم، أو اللي سميت أو أطلق عليها الوالدة باشا. الوالدة باشا دي كانت أصلها شركسية، كانت أخت زوجة السلطان محمود الثاني وأم السلطان عبد العزيز الأول العثماني. يعني هي يعني سليلة أو متربية في قصور. فهذه السيدة هي من أنجبت طبعا إسماعيل باشا الذي أصبح حاكم لمصر بعد ذلك. كان أيضا هناك ألفة هانم التي أنجبت ابنه مصطفى فاضل، الذي يعني تخلص منه الخديوي إسماعيل في حادثة شهيرة، أنه كان بيتجسس لصالح الأستانة أو كان عايز ياخد العرش من إسماعيل، فتخلص منه بطريقة ذكية إسماعيل. ده بالنسبة لزوجات إبراهيم باشا يعني. طيب نروح للخديوي إسماعيل، ودايما كان فيه حكايات وقصص كتير جدا يا دكتور عن نساء قصره، عايزة أتكلم عنهم أكتر وعن دور كل واحدة فيهم، وإيه يعني مدى صحة القصص دي، إيه أهم القصص البارزة اللي ممكن النهاردة نستعرضها من خلال وجود حضرتك؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن إسماعيل طبعا ظلم كثيرا وألقيت عليه تهم كثيرة. هو حاكم مصري بارع وممتاز، طبعا ليه أخطاء مثل إغراق مصر في الديون، وإن كان حاول طبعا السير على نهج جده محمد علي، ووسع رقعة مصر في فترة حكمه، وأقام القاهرة الخديوية. أفضل ما يمكن أن يقال بقى في الفترة دي أن إسماعيل هو من أدخل بقى القصور الحديثة، أولها طبعا قصر عابدين، وأصبح للبلاط
في القصر أسس يمشي عليها. احنا من أول محمد علي قلنا محمد علي حاول يجيب مربيات ويمشي على الأسس العثمانية في التربية والقصور والسيدات وعلى الأسس الأوروبية، لكن ما كانش فيه حاجات معينة أو قوانين مكتوبة بتنظم العملية دي، إلا أن هو استعان بالسيدة الإنجليزية وبحكي كان ده. لكن الخديوي إسماعيل بنى قصر عابدين وأدخل بقى نظم مكتوبة للمربيات وللأغوات، وإزاي إن كل سيدة في القصر من السيدات أو نسائه كان ليها غرف خاصة بيها أو مكان خاص بيه، وكان في آداب لترتيب مين يجلس أولا ومين يجلس أخيرا ومين تبقى قدام مين وهكذا. وده اللي أدخله الخديوي إسماعيل، ودي حاجات مدنية مهمة جدا في تربية القصور، على أساس إن هم بيربوا أبنائهم إن هو هيحكم بلد بعد كده، فيبقى عنده آداب، يعني ما يبقاش شخص فوضوي، لازم يبقى شخص منظم، عنده ثقافة، عنده فكر، عنده حاجات معينة كده. نعم. عندنا طبعا المهم كمان في موضوع إسماعيل ده إن أغلب أو كل اللي جم بعده هم من نسله. فالخديوي توفيق والسلطان حسين كامل والملك فؤاد هم أبناء إسماعيل. نعم. فقط الخديوي عباس حلمي الثاني هو ابن الخديوي توفيق، والملك فاروق طبعا هو ابن الملك فؤاد. نعم. فده التجديد اللي عمله إسماعيل في فترة حكمه، يعني في موضوع النساء القصور والكلام ده. نعم. طيب نتكلم عن الملك فاروق شخصيا ودور والدة الملك فاروق وتأثير ده على التاريخ دكتور مصطفى. احنا قبل ما نتكلم عن الملك فاروق ناخد بقى ابوه بقى الملك فؤاد. اتفضل. دوره مهم جدا. يعني الملك فؤاد رغم انه عمل انجازات كبيرة في مصر ومهمة. نعم. بالنسبة لموضوع الزواج يعني نقدر نقول ان الملك فؤاد ده كان ايه، فاشل فيه شوية. الملك فؤاد تزوج قريبة له هي شيوكار، اللي احنا بنستسهل نقول شوكار يعني. ولكن شوكار حدثت خلافات بينها وبين الأمير أحمد فؤاد اللي هو الملك فؤاد فيما بعد، وحصل إن هي اشتكت لأخوها، وأخوها أطلق النار عليه في 1898. أطلق النار واستقرت الرصاصة في رقبة الأمير أحمد فؤاد. من بعدها الأمير أحمد فؤاد يعني إيه عزف شوية عن الزواج لغاية ما يعني في 1917 تقريبا أو 18 تزوج من الملكة نظلي. والملكة نظلي هي ابنة عبد الرحيم صبري باشا، وكان عبد الرحيم صبري باشا مديرا لمديرية المنوفية وأحد الباشوات وأحد كبار الملاك، يعني زي محافظ المنوفية كده. أما والدة الملكة نظلي فترجع إلى الكولونيل سيف أو سليمان باشا الفرنساوي اللي هو كان قائد جيوش محمد علي. نعم. والحادثة دي حادثة مشهورة أخدها الملك فؤاد كان خاطبها مين؟ سعيد زغلول ابن أخت سعد زغلول. سعد باشا ما كانش بيخلف، تمام، فجاب أخته كانت اسمها رتيبة، جاب سعيد ابنها وتبناه ورباه في بيته. الملكة نظلي كانت لسه ابنة عبد الرحيم صبري باشا آنسة، كانت بتزور صفية زغلول دائما، يعني بتتردد على بيتها. وطبعا صفية أم المصريين ولها دور كبير. أعجب بيها سعيد زغلول وفاتح مرات خاله اللي هي صفية زغلول وخطبها، وراحوا خدوا بعض الأسرتين وراحوا يحتفلوا في دار الأوبرا. الملك فؤاد شافهم، أعجب بالملكة نظلي أو الآنسة نظلي في الوقت ده، وطبعا راح رتب ميعاد مع أبوها اللي هو الباشا، وقال له أنا عايز بنتك نظلي. فطبعا قال له إيه ده، احنا نوصلها لك لغاية البيت اللي هو بنقوله بالعمي عندنا احنا هنا. تمام. وفرح قوي لأنه هو ده كده هيناسب الأسرة الحاكمة. نعم. هو باشا مش محتاج حاجة، بس إيه زيادة الخير خيرين. المهم فسخ الخطوبة مع سعيد زغلول اللي مات بعدها بفترة، يعني إذا كان متأثرا بالموضوع ده أو خلافه، وتزوجها الملك فؤاد. هذه السيدة يعني تمكنت بقى من قلب الملك فؤاد إلى أن أنجبت الملك فاروق في 1920.
وعندما مات الملك فؤاد في 1936 لعبت دورا كبيرا في تمكين فاروق من حكم مصر، وإن كانت بعد ذلك حصل بقى شوية انحرافات عندها، يعني رغم إن هي كانت صامدة وزي الجبل، ويعني استصدرت أمر من المفتي أو فتوى من المفتي بتمكين فاروق من حكم مصر والتصرف في أمواله. بعد كده تزوجت كبير الأمناء اللي هو أحمد حسنين باشا، وقيل أنها كانت على علاقة بشخص اسمه رياض غالي كان بيعيش خارج مصر. نعم. وصلنا إلى فاروق. فاروق تزوج الملكة نريمان والملكة فريدة، اللي أنجبت طبعا أحمد فؤاد الثاني. ويعني فريدة دي اتجوزها في 1951، دي ما كملتش فترة قليلة وقامت ثورة 52، وأحمد فؤاد كان لسه طفل رضيع، واللي يعني تزوج بعد كده بعد ما خرج من مصر وأصبحت مصر جمهورية. تزوج أحد السيدات اليهوديات اللي أعلنت إسلامها واللي انفصلت عنه في تاريخ قريب في 2001. نعم. طيب بعد كده من بعد الأسرة الملكية أصبحت مصر جمهورية، وبقى في أمهات حكام يعني العصر الجمهوري كان ليهم تأثير برضو. أبرزهم يا دكتور ممكن النهاردة نتكلم عن مين؟ احنا نتكلم عن حاجتين بقى في العصر الجمهوري، نتكلم عن أمهات الرؤساء ونتكلم عن زوجات الرؤساء. اتفضلي دكتور. دي يعني المهمين يعني. نعم. فأولا هي أم محمد نجيب، هي الحاجة أو كما يعني زي ما نطلق عليها اسمها زهرة عثمان، وكانت سودانية، وكان أبوها عثمان ده قائد لأحد الفرق في السودان. ولما توفي والدها كان اطلع يعني محمد نجيب بالصرف على أسرتها وعلى أسرته هو كمان. دي مسألة مهمة. نعم. بعد كده والدة جمال عبد الناصر، هذه السيدة توفيت في فترة مبكرة من عمر جمال عبد الناصر. نعم. جمال عبد الناصر مولود 1918 وهي توفت 1926، يعني أقل من 10 سنين. طبعا جمال عبد الناصر مولود في الإسكندرية من أسرة ميسورة، أبوه كان بيشتغل في البريد، وأمه هذه السيدة كانت ابنة تاجر فحم في منطقة باكوس بالإسكندرية. اضطر، ولسه عبد الناصر في سن صغير، اضطرت الأسرة الأم والأب للانتقال للقاهرة بسبب ظروف عمل الأب، وسابوه كان لسه هو في بداية الابتدائية، وانتقلوا، وأصبح في هناك خطابات متبادلة بين عبد الناصر ووالدته. هذه الخطابات ورغم البعد ورغم أن كان عبد الناصر صغير، إلا أنه في حديث لأحد الصحف الأجنبية سنة 1946 قال إن الخطابات دي أثرت في تأثير كبير جدا لما كانت تحمله من ود وعطف وأصول للتربية. نعم. بعد كده نيجي لوالدة الرئيس السادات. والدة الرئيس السادات كانت اسمها ست البرين، وكانت برضو من أصول سودانية. هذه السيدة اضطرت للعودة إلى السودان وتوفيت بدري جدا، وكفلت أو ربت الرئيس السادات جدته، ويعني دور أم برضه، الجدة هي دور أم طبعا جدته، وكان لها فضل عظيم في تربيته وتنشئته تنشئة متدينة. السادات كان متدين وكان يعني معروف عنه التدين من صغره. أما والدة الرئيس الأسبق مبارك فأثيرت حولها، كان اسمها السيدة نعيمة إبراهيم، طبعا في كفر المصلحة في المنوفية، وهي سيدة فلاحة مصرية. يقال أن الرئيس مبارك كان متعمد أنه ما يجيبش سيرة أسرته القديمة، هو يعني كان اختص أسرته بقى اللي هي زوجته السيدة سوزان وابنيه جمال وعلاء بالرعاية الشاملة، وعزف عن أنه يتكلم عن أسرته اللي في الريف. نعم. ونشرت أحد الجرائد قريبا
يعني ما نقدرش نقول ان الخبر ده صحيح أوي، لان ايه، لما فيما بعد الثورة طبعا كل واحد كان بيتكلم براحته. نعم. أن السيدة نعيمة إبراهيم كانت قد أقامت دعوة على الرئيس مبارك، ضد الرئيس مبارك، أيام ما كان لسه هو مديرا للكلية الحربية في 1960، بتطالبه بنفقة لأنه ميسور الحال، مرتبه 15 جنيه. نعم. وهي طبعا ما عندهاش حاجة، وكان والده توفى، وإن القضاء حكم لها ب3 جنيه و40 قرش كانت بتصرف منهم يعني. يمكن كل قصة يعني مشوار نجاح برضو أو فيها تفاصيل كتير يا دكتور. ده الشق الأولاني في الموضوع. الشق الثاني بقى هو زوجات الرؤساء، دول محتاجين نخصص لهم فقرة كاملة يعني. يمكن أتمنى وقت حضرتك يتسع لفقرة تانية. احنا عندنا نماذج كتيرة جدا مهم نلقي عليها الضوء من خلال وجود حضرتك معنا. بشكرك جدا يا دكتور. ربنا يخليك. نورتني دكتور مصطفى، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. طيبة. الله أهلا وسهلا بحضرتك معايا. ومشاهدينا مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل تاني فقرة من فقراتنا وعلى الأصل دور.